بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله هنتكلم النهاردة على نتائج الثانوية العامة وإزاي نشجع أولادنا إنهم يجتازوا هذه المرحلة الحرجة نفسيا. أنا بعمل الفيديو ده بمناسبة إن ابني كان ثانوية عامة السنة دي، والحمد لله ربنا كرمه ونجح. طيب انت المفروض بعد ما ابنك عمل كل اللي يقدر عليه ايا كان نتيجته، هو كده انت لو شاعر انه عمل اللي عليه خلاص تبقى توفيق وقدر الله ما شاء فعل. ما ينفعش بقى تحسسه لو هو ما دخلش او لو ما توفقش ودخل كلية كبيرة من كليات القمة ان انت تقول له خلاص انت كده فشلت، انت كده مش نافع، انت لا، الكلام ده ما ينفعش. ما ينفعش تقول له برضو طابور الأسود أول واحد واقف فيهم أسد والأخير أسد، وطابور الفيران أول واحد فيهم فار وبرضه الأخير فار. لا، ما ينفعش، ده كلام فارغ، أنت كده بتيأسه وبتحبطه. لا، أنت تقول له طابور الأسود أول واحد فيهم أسد، كل طابور أول واحد فيهم أسد وآخر واحد فيهم فار. يعني أولوية احنا نعاني من تشوه فكري اسمه أولوية التوصيف عن التصنيف. يعني الدكتور ممكن يبقى آخر واحد على الدفعة وترتيبه وحش وبيجيب درجات وحشة لكن نجح مقبول. هل ده بيساوي أو بيعادل دكتور الجامعة مثلا، أستاذ كلية الطب، أو الناس اللي اتعينت في الكلية اللي هم ب1000 مثلا، أول كم واحد على الدفعة، أو 60 أو 100 على الدفعة؟ لا طبعا. فأنت ممكن تبقى لو أول أي صف، أي طابور أول فيه صف هو أسد والأخير فار، حتى لو كان الطابور ده كلية الطب أو كلية الهندسة أو كلية الألسن أو كلية اقتصاد وعلوم سياسية، هو ممكن يدرس في كلية اللي انت مش شايفها كلية قمة دي ويبقى من اوائل الكلية، يبقى كده هو اسد. اول كل طابور اسد واخر كل طابور فار. هو ده ما ينفعش نبقى احنا نعمل اولوية للتوصيف اكتر من التصنيف. لا، التصنيف يفوق التوصيف. نسأل الله تعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا به، وان شاء الله طبعا كل ميسر لما خلق له، زي ما ربنا سبحانه زي ما النبي عليه السلام كان بيقول. نسأل الله تعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا. صلى الله عليه وسلم.